عارف الصدفة اللي هي مش صدفة؟ يعني لما تكون مثلا بتفكر في حد وتلاقيه بعتلك رسالة أو اتصل بيك في ساعتها، بتتكلم مع واحد صاحبك عن حد وتبصوا تلاقوه داخل عليكم، تكون في حالة حزن وتشغل الكاسيت أو الراديو تلاقي أغنية حزينة بتعبر عن اللي جواك بالظبط، أو بتفكر في موضوع مشغول بيه جدا فتسمع حد بيقول كلام متفصل على اللي داير في بالك بالظبط، أو محتار بين طريقين أو اختيارين فتلاقي علامة معينة حصلت توجهك لاختيار منهم، وتكتشف بعد شوية إنه كان الاختيار الأفضل، أو تحلم حلم ويتحقق بعدها بساعات أو أيام أو حتى سنين. الحاجات دي كلها وأمثلة غيرها رغم إنها تبدو صدفة، لكن هي في الحقيقة مش صدفة ولا حاجة. أمال إيه؟ دي حكاية كبيرة قوي وغريبة قوي، والكلام اللي فات هو أحد تفسيراتها العلمية الحديثة. أنا قلت العلمية لأن ليها تفسيرات أخرى نفسية وروحية ودينية وغيرها، حاجة بتحصل جواك في عالمك الداخلي تتزامن معاها في نفس الوقت حاجة بتحصل براك في العالم الخارجي، حاجة بتحصل في عالمك النفسي أو الروحي تتزامن مع حاجة بتحصل في عالمك الفيزيائي أو الجسدي بدون ما تنطبق عليهم قواعد السببية المعروفة. يعني ما ينفعش نقول إن حاجة منهم هي السبب في حدوث التانية وبدون ما تنطبق عليهم كمان قواعد الزمان والمكان المتعارف عليها. الحكاية دي بتحصل عند بعض الناس أكتر من ناس تانيين، وممكن تحصل في أوقات معينة وتغيب في أوقات أخرى، ووارد إنها تزيد في مراحل أو مواقف حياتية بعينها، وأكيد حصلت لك أنت شخصياً في وقت ما، صح؟ تمام، تعال نشوف بقى الحكاية دي أصلها إيه وفصلها إيه في عالمنا النفسي المبهر. لو حابب تعرف تفسير ظاهرة الصدفة اللي هي مش صدفة، سيب كومنت وهبعت لك رابط البودكاست.